كنت فين يا كلبه؟ انت كلبه حمارك. وجي ميعادنا النهارده مع خرافه جديده، والمعلومه هنا اكيده. سمعنا كتير عن ان العسل الاسود بيعالج الانيميا. عندك انيميا على طول هيتعسل. الحقيقه بقى ان العسل الاسود ملهوش اي علاقه بالانيميا، لانه بيحتوي كده على ماده اسمها اوكسالات الحديد. الماده دي بتمنع الجسم انه يمتص الحديد في الجسم اصلا. ده غير انك لو اكلته كتير بيرفع السعرات الحراريه وبيزود الوزن. وعلشان تاخد اقصى استفاده من العسل الاسود، خبراء التغذيه اكدوا انك لازم تاخده من اي مصدر من فيتامين سي، زي البرتقال او الجوافه او الليمون، لانها بتخلي جسمك يمتص الحديد الموجود فيه. وعلشان تعرف العسل الاسود ده اصلي ولا مغشوش، في طريقتين. الاولى انك تحط عليه ميه، لو امتزج واختلط بالميه اعرف انه مغشوش. وكمان تعرف انه اصلي بانك كل ما تسيبه فتره اطول قوامه بيبقى اتقل. وكمان في طريقه تانية، هي انك تحط نقطه عسل على منديل، لو المنديل ده امتص العسل اعرف انه مغشوش، ولو فضلت النقطه زي ما هي يبقى العسل ده اصلي. في حاجات تاني بتعالج الانيميا زي البنجر، زي التمر والسبانخ والبتنجان واللحوم الحمراء. وبكده تكون خلصت معلومه النهارده الخفيفه البسيطه. استنونا في حلقات اقوى بكتير، وسلام عليكم.